السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوفني والفيديو عجبك يا ريت تنسانيش باحلى واغلى واجمل لايك وشير وتتابعني واشترك دلوقتي معايا. ولو انت او انتي من المتابعين اشكركم على الثقه الغاليه ديت. النهارده الجمعه وزي ما احنا عارفين كل يوم جمعه هتبقى فيه حلقه جديده من حلقات ايمانك سر حياتك. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وكانت بعنوان الدنيا في أربعة، واتكلمت فيها عن أربع مبادئ وأسس مهمة وغالية جدا. لو عرفتهم وعملت بيهم ملكت الدنيا وما فيها وضمنت جنتك بإذن الله. هتكلم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات إيمانك سر حياتك عن الموت والفراق، سواء للأحبة أو للأهل أو الصحاب أو أي حد عزيز علينا، وإزاي نقدر نعدي المرحلة الصعبة دي بعنوان لا تحزن لعله خير. يلا بصرنا نبتدي حلقة النهاردة يا شباب. بص يا شباب، لازم نفهم حاجة مهمة قوي في الأول، وهي إن الدنيا مش هدف. أمال إيه الهدف من الدنيا أو إيه الهدف من الاختبار؟ الهدف هو لقاء ربنا والنجاح في اختبار الدنيا. لأنك لو فهمت ده يبقى هتعمل للهدف. لكن التاني اللي حابب الدنيا واغرته وضحك على نفسه هيقول هي دي الدنيا، هي دي الاهم، ومفيش حساب في الاخره. يا اخي سيبك من الكلام الفارغ ده كله. يبقى اللي بيخسر او اللي بيخسر سلوك الناس هو جهلهم بالهدف. فلو انت عرفت الهدف وابتديت تشتغل عليه، ده هيقربك من الهدف اكتر. العمل دوت اللي انت عملته هيبتدي يقربك من الهدف اكتر. يبقى لازم تبقى عارف ان ممكن قوي احداث كتير هتيجي عليك بما يناقض معرفة الهدف، لان ده زي ما قلت لكم اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. فطالما انت عارف الهدف وهو ربنا، فيجي مثلا عليك حبيب ليك ومات، فنقول له ايه؟ نقول له انت زعلان ليه؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اثر عليه المشوار عشان يوصل للهدف اسرع. فهي دي الاجابة، هو ده العلاج. انت يمكن تبقى زعلان على نفسك انت، لكن مش زعلان عليه عشان انت بتحبه او كان بيوحشك او بتستأنس بيه، اي سبب شخصي. لكن زعلان عليه هو لا، انت زعلان على نفسك انت. الهدف او الغاية انك توصل البيت، مرة تروحها مشي، مرة تروحها راكب، او اي وسيلة كانت. المهم اي حاجة هتقربني من الهدف ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. واحد هيروح لربنا على رجليه في 70 سنة مثلا، واحد ربنا اختصر له المشوار والمسافة دي كلها عليه، عايز يريحه من الاختبار وتعب الدنيا. يبقى انت زعلان ليه؟ لكن تزعل عليه امتى؟ لو ما كانش موفق في خدمة الهدف. فاهمين الفرق؟ لو كان موفق ده انا افرح له ان ربنا قصر له الهدف. فيجي علينا وقت مثلا ويحصل لنا حالة وفاة لحبيب او صديق او خطيب او زوج مثلا او زوجة، فنزعل جدا ونقول ليه يا ربي؟ ليه اخترتني انا؟ ليه حطيتني في الاختبار ده؟ اشمعنى؟ نفضل نسأل كتير لكن مش بنقول الحمد لله. او ربنا يبعد عننا الشر، ولد او بنت كان نفسنا نشوفهم في احسن مراكز وشغل وزوجة وزوج وحاجات حلوة كتير، ربنا توفاه، اخذ او رحمه من الدنيا، فنزعل. فنقول له يا راجل ربنا خلاه يقفز الخطايا للوصول للغاية. يبقى انت زعلان ليه؟ يبقى لو احنا احسننا وسلمنا لقضاء الله وقدره في احكامه على خلقه، عرفنا انه حكيم وانه رحيم، هنطمن هنا بقى ان اي حاجة بتحصل في حياتنا هي خير وبحكمة من عند الله، والله اعلم. ده يا شباب كان موضوع حلقة النهاردة. اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم، اتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد يتفرج على حلقة النهاردة.
ولو بشكل بسيط جدا. اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة الجاية في حلقة جديدة من حلقات ايمانك سر حياتك. بس قبل ما انهي الحلقة احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، مش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم. هنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقة الإيجابية وتقول لنا إحنا مش لوحدنا، ربنا معانا. بس المهم أنتوا تكونوا عايزين تساعدوا نفسكم عشان نقدر نساعدكم. هسيب لكم لينكاتي في الفيديو عشان أي حد يحب يتواصل معايا، يهمني جدا أعرف رأيكم وأفكاركم ومقترحاتكم وحتى انتقادكم في حلقة النهاردة. زي ما بقول في كل حلقة، في ناس كتير وجهات أكتر نراهن على فشلنا. يا ريت متدوش فرصة لأي حد إنه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لأن مقامنا غالي وعالي جدا. ده كان فيديو النهارده يا شباب، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل لايك وشير وتتابعني وتشترك معايا دلوقتي في الحلم، عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده يا شباب، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. Stay positive, you awesome. سلام عليكم.